اولا بنهني ونبارك المنتخب المصري على الصعود المستحق، وزي ما اتكلمنا وقلنا ان احنا متوقعين ليه الصعود من قبل الماتش الثالث، وده اللي حصل الحمد لله. لكن احداث المباراة اثرت شوية، حفظت ان انا اتكلم في كام نقطة كده، فمش عايز اطول عليكم في المقدمة. لو لسه ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ اكتر حاجة اثرت حفظتي في الماتش ده هو الهدف التاني اللي جه لمنتخب ايران، لان انا ساعة الماتش كنت متأكد ان الهدف ده صحيح بنسبة 100%، وان كانت المشكلة ان هو في استقصاد لمنتخب ايران. اللي انا اتكلمت فيه في الحلقة اللي فاتت ان هو اختيار الماتش اللي فيه منتخب ايران مع منتخب تاني عربي اسلامي بحجم مصر، واللي الحمد لله ان المباراة عدت على خير ومكانش فيه اي حاجة ظهرت، لا في الكاميرات ولا في الرايات الركنية ولا في اي حاجة تسجل في المباراة دي على اليوم بتاع الفخر. ولكن الغاء الهدف ده حسسني ان في نية لاخراج المنتخب الايراني. انا راجعت الموضوع اكتر من مره عشان اتاكد هل فعلا الهدف ده كان هدف صحيح ولا تسلل. نظريا كده اي حد يشوف الجون يقول ان في الغاء لدور ياسر ابراهيم اللي واقف الناحيه التانية، لان اخر لاعب المفروض بيتقاس عليه التسلل، ولكن بيشيلوا ياسر ابراهيم وبيحددوا ان كان اخر لاعب هو حمزه عبد الكريم اللي كان اللاعب الايراني فعلا متسلل عليه. وطبعا ده كان موقف غريب يعني، ولكن لتأكيد المعلومة دي ان الحارس بيتعامل معاملة اي لاعب اخر، فلو الحارس وراه 2 مدافعين زي ما هو مكتوب كده بيتعامل اخر مدافع على انه هو كأنه واقف في مكانة الحارس، والمدافع اللي قبليه او اخر لاعب من الفريق التاني هو ده اللي بيتحسب عليه التسلل. الا طبعا لو كان الحارس اتقدم واتخطفت منه الكورة واتبقى لاعب واحد بس مدافع من الفريق التاني، فبالتالي بتتحسب على اخر واحد موجود في الملعب قبل خط المرمى. الاحساس بقى والشعور اللي جالي ده في ان هو في استقصاد او في نية لاخراج المنتخب الايراني ده، بقى علشان نقطع الشك باليقين هنستنى ماتشات النهارده. المهم بقى عندنا ان احنا شايفين بعض الماتشات كده نتائجها بتبقى غريبة شوية، يعني خسارة المانيا، خسارة امريكا، خسارة كندا، الدول المنظمة للبطولة، حاجات كده بتحصل غريبة. ولان الحاجات دي بتحصل بشكل غريب كده، فلما انا لقيت الهدف ده بيتلغي هو ده اللي خلى عندي حافز كده ان فعلا الكرة كانت سليمة، وان في نية لاقصاء المنتخب الايراني. علشان كده انا قررت ان انا اسجل الحلقة دلوقتي دي على اساس ان انا اثبت معاكم هل فعلا في نية لاقصاء المنتخب الايراني ولا دي صدفة بحتة. الكلام ده بقى يثبت عن طريق ايه؟ يثبت عن طريق موقف المنتخب الايراني حاليا. المنتخب الايراني بالوضع الحالي اللي هو مفس الماتش بتاع مصر ممكن ان هو يكمل في التأهل، ولكن ده عايز استثناء كبير قوي. الاستثناءات دي بتكون حاضرة في فوز المنتخبات الافريقية تحديدا، اللي هم غانا والجزائر والكونغو، علشان يبقوا احسن توالت وينزلوا المنتخب الايراني، لان ده اقل نقط بعد المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي طبعا حط نفسه في موقف كويس بعدد الاهداف اللي سجلها، رغم ان هو متساوي في النقاط مع المنتخب الايراني، ولكن اطمن شويه ان هو اكتر واحد في اللي معاهم 3 نقط. فبالتالي لو حصلت حاجه من دول اللي هو المنتخبات دي تحديدا حققت نتيجه غير منطقيه، يعني منتخب غانا مثلا فاز على كرواتيا، او ان منتخب الجزائر فاز على النمسا، او ان منتخب الكونغو يفوز على اوزبكستان، وده الى حد ما قريب ان هو ممكن يكون منطقي شويه، ولكن ده مش تقليل من اي منتخب من اللي انا ذكرتهم، ولكن على قد ما هو بيقول ان في برضه شوية نتائج غير منطقية كده. وفي النهاية اللي عايز اقوله ان كان الزعل فعلا هيبقى على ان مصر خرجت خسرانة، وهي متستاهلش بصراحة الخسارة، ولكن كان هيبقى الخوف على ان مصر هتواجه مين، سواء النرويج ولا فرنسا. فانا النهارده بقى بقول يعني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما نعرفش بصراحة الماتش بتاع استراليا هيبقى ماشي ازاي. احنا طبعا هنراجع الموضوع وهنتكلم فيه باستفاضة، ولكن اهم حاجة ان احنا عندنا شوية امور كده مبهمة هتبان في خلال الايام الجاية. فما تنسوش تتابعوا الحلقات عشان احنا بنتكلم من وجهة نظر مختلفة جدا بشوية حقائق كده وتفسيرات نفسية، ما هواش تحليل كروي خام. فما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تتابع الحلقات الجاية فور نزولها، وفي نفس الوقت لو الحلقة عجبتك تنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. وفي نفس الوقت تعمل لها سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.